السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة صينية جلاش بيتزا هتعجبكم أوي إن شاء الله. دي مكوناتها: بصل أحمر، فلفل ألوان، سوسيس، زيتون أخضر، جبنة رومي مبشورة، جبنة موتزاريلا، نص كوباية سمنة على زيت. هنجيب صاج هندهنه دهنة كده بالمادة الدهنية اللي هي سمنة على زيت، يا إما زيت بس زي ما تحبوا. بعد كده هنحط الجلاش أو الورقة اهي، وبعد كده هنحط نص ورقة الجلاش. طبعا ما بين كل ورقة وورقة هتدهني المادة الدهنية اللي هي زيت بس، سمنة بس، سمنة على زيت براحتك، زبدة اللي انت شايفاه اعمليه. في المادة الدهنية بالذات على راحتكم انتوا. بعد كده بقى في حاجة هقولكوا عليها، اللي هي هتجيبوا معلقتين كاتشب على معلقة صلصة طماطم، يا اما معجون صلصة اللي هو الجاهز ده البرطمانات. هتحطوا عليها توم بودرة وبصل بودرة وتقلبوهم كويس قوي كده. دي هنحطها قبل ما ننزل بالحشو في النص طبعا، زي ما انتوا شايفين كده بين ورقة وورقة بتحطوا المادة الدهنية. عندك صوص بيتزا مثلا انتي محتفظة بيه في التلاجة برضو هتعمليه. على فكرة بتنفع قوي في المدرسة برضو يعني، او موظفة. هي دي الخلطة اللي انا بقولكوا عليها، حطيتها قبل الحشو. بعد كده بقى نزلت بقى بالحشو: البصل الاحمر والفلفل الالوان. طبعا الحشو ممكن بسطرمة، ممكن تونة، ممكن لحمة مفرومة، سلامي. اديني بقى نزلت بالفلفل الالوان والبصل الاحمر، وبعد كده الزيتون الاخضر او الاسود زي ما تحبوا طبعا. مش عايزه زيتون مش هتقول لا، بس زودي الجبنه الرومي عشان تبقى حادقه شويه. السوسيس انا اللي مقطعاه قطع صغيره قوي كده. وبعد كده بقى الجبنه الرومي حلوة قوي على فكرة، يعني بتبقى نفعتني في المدرسة الصبح، ولو حد زي ما قلت لكم كده موظف بياخد قطعتين كده بتبقى حلوة يعني. طبعا بقى هنغطيها برضو بنفس الطريقة. هتقفليها برضو بنفس الطريقة. لو تلاحظوا انا بحط حاجة بسيطة قوي، ما يعني ما تحطيش مادة دهنية كتيرة. هي ورقة الجلاش دي يعني نص كيلو نص كيلو. انت لو ورقة الجلاش انت بتجيبيها اللي هي 350 جرام، طبعا هتعملي صينية صغيرة. عايزة تعملي ورقتين تبقى تخينة، القطعة سميكة برضو تبقى حلوة قوي. بتقفلي بقى كده بحرف كده القطاعة، بتقفلي بقى كويس. وبعد كده بقى هنقطعها. طبعا التقطيعة دي حسب ما انت تحبي، وزي ما قلت لكم لو عاملين لفتين جلاش اعملوها في صاج كبير، حلو قوي للعشاء وممكن في الفطار كمان. طبعا التقطيع على راحتكم خالص بقى زي ما تحبوا.
انت ممكن تعمليها في صينيه مدوره، مفيش مشكله طبعا. بعد كده بقى دي كوبايه لبن او كوبايه الا ربع لبن. 2 بيضه يا اما بيضه واحده زي ما تحبي، انا حطيت 2 بيضه بصراحه. وبعد كده بقى قلبناهم، وملح وفلفل اسود ضربتيهم كويس جدا. وبعد كده بقى هسقيها بقى صينية الجلاش. وبعد كده هسيبها حوالي 10 دقايق تتشرب كويس. وطبعا بتشغلي الفرن على درجة حرارة 180 او 200 زي ما تحبي. فالرف اللي في النص هتقعد حوالي من 15 ل20 دقيقة بس، يعني سيبوها شوية كده حوالي 10 دقايق 15 دقيقة كده تتشرب شوية. ودي شكلها بعد ما خلصت طبعا. هتعجبكم اوي، ياريتكم تجربوها. اذا عجبكم بقى الفيديو بقى ما تنسوش لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.